مصر صدرت العلوم والصحة والموسيقى وعلمت الأجانب وعالجتهم كمان. عندنا القديسة فيرينا بنت الأقصر اللي اتربت واتعلمت في بني سويف. تعالوا نعرف حكايتها ايه. تم اختيارها مع مجموعة بنات عشان يسافروا مع كنيسة عسكرية لأوروبا عشان يعالجوا المرضى والجرحى هناك، لكن الكتيبة ماتت كلها، وهناك فيرينا قررت ان هي تقعد وتكمل، وسكنت في كهوف في سويسرا وبدأت تعلم الناس يعني ايه نظافة وازاي يستحموا وكده. ما تستغربوش، الاوروبيين ما كانش متقدمين خالص وقتها. الناس هناك كانوا اول مرة يشوفوا مشط على ايديها، واول مرة يشوفوا صابون، ويعرفوا يعني ايه استحمام مهم جدا عشان جلدهم. ومن كتر ما فيرينا أثرت فيهم بنوا لها كنيسة على قبرها، واتسمت كنايس باسمها في سويسرا وألمانيا وفرنسا وأمريكا. في سنة 1983 استلم البابا شنودة جزء من رفعتها عشان بعد مئات السنين ترجع لبلدها تاني.